اهلا بيكم في قناه كروهوك ارت. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب دايما تبقوا بالف خير وبصحه وبسعاده. وحشتوني جدا من اخر فيديو. سبتكم شويه اجازه الاسبوعين اللي فاتوا لحد لما خلصت شويه اوردرات مطلوبين مننا. كان من ضمن الاوردرات دي مطلوبه الشنطه الشبك اللي قدامنا دي. حبيت اعملها معاكم علشان لقيتها مطلوبه الصيف ده طالعه موضه، وما لقيتش فيديوهات عربي كتير ليها، لقيت فيديوهات اجنبي، فحاولت اترجم الفيديوهات الاجنبي دي واعملها لكم عربي علشان تقدروا تعرفوا طريقتها ازاي. طريقتها سهلة جدا جدا جدا، ممكن اي بنوتة مبتدئة تعمل الشنطة دي من اول مرة ويبقى مشروع ليكي وتشتغلي عليه. الشنطة عندنا مقاسين، اللي لونها اخضر دي مقاسها 20 سنتي، اللي لونها ابيض 16 سنتي. احنا هنعمل مقاس في النص، يعني مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، لان البيضة صغيرة جدا والخضرة طلعت كبيرة شوية. الشنطة دي حلو فيها ان انتي ممكن تلعبي في اشكالها، تحطي في الزوايا دي مثلا فصوص او ودع، او تحطي وردة على جنب في الايد كده. ممكن تلعبي بالاكسسوار باكتر من طريقة، يعني ممكن تحط لها الايد الذهبي دي، وممكن لا. انا حطها بجنش علشان تتشال وتتحط. لو عايزة البنوتة تلبسها موديلها تبقى ايد بس، او تشيلها من الايد السلسلة دي سلسلة واحنا اشتغلنا عليها كروشيه طبعا، غطيناها، مديها شياكة برضو حلاوة قوي. في اكتر من طريقة تلعبي في الشنطة دي بيها، وممكن تبقى بالشكل السيمبل عادي خالص اللي هي اللي لونها اخضر دي. هنسمي الله مع بعضنا وهنعرف خلال الفيديو طريقتها ازاي. سهلة جدا صدقوني. كل اللي احنا محتاجينه بس خيط سلسلة. انا هشتغل على سلسلة، ممكن خيط كليم او مكرمية قطن، اي خيط يريحك في ايديكي، او الريبون اللي قلنا عليه الفيديو اللي فات، وابرة رقم 4، ومقص، وعايزين المتر علشان نعرف المقاسات واحنا شغالين. وطبعا حبة ماركر كده حلوين علشان هنحتاج ماركر في السلاسل اللي احنا هنعملها دي. وده الكيس اللي انا عملته. طبعا محتاجين كيس البطانة ده، سهل تقفليه عند خياطة او انتي تخيطيه على ايديكي، طريقته سهلة جدا. دي كل حاجة احنا محتاجينها. هنبدأ دلوقتي الفيديو مع بعضنا. لو دي اول مرة تشوفونا يا ريت تعملوا لنا اشتراك او سبسكرايب، وما تنسوش تدوسوا على الجرس على كل علشان توصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية. ويا ريت تعملوا لنا لايك علشان الفيديو يترفع ويتشاف، وشير علشان كل البنات الحلوين اللي زيكم كده يستفادوا. يلا بينا نبدأ مع بعضنا. يلا نسمي الله مع بعض، ونجيب طرف الخيط كده ونحط الإبرة قدام الخيط، نلف لفة صغيرة وبعد كده لفة كاملة كده. ناخد الخيط ونطلع بيه من الحلقة الوهمية اللي كانت على الإبرة علشان نعمل الحلقة اللي احنا هنشتغل بيها، وكده انتي عملتي عقدة بداية. ونبدأ نشتغل سلاسل. هنعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، عملت اول حاجة 9 سلاسل. طبعا بتتأكدي طول ما انتي شغالة في اول 9 دول، رقم 9 دي هحط فيها ماركر، وتقفلي الماركر علشان ما يتفتحش ويقع مننا ونتوه بقى في الشنطة. طيب نكمل تاني. بعد التسعة اللي احنا عملناهم دول هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8. وفي رقم 8 دي هنحط ماركر برضو ونقفل عليه. نكمل بعد ال8 سلاسل دول 1 2 3 4 5 6 7 8. وفي رقم 8 نحط ماركر تاني. هتلاقي نفسك بتكرري الخطوات كل شوية. 1 2 3 4 5 6 7 8. وفي رقم 8 انا سرحت هنا، لا دول 8 بس. 1 2 3 4 5 6 7 8. ناخد بالنا واحنا شغالين. انا سرحت انتوا خلي بالكم بقى. حطيت ماركر في رقم 8 برضو، ونكمل تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. ونحط ماركر برضو. كل ده اللي احنا شغالينه ده الراوند الاولاني او السطر الاولاني.
هقول لكم دلوقتي ازاي تعرفوا ان ده سطر اول ولا تاني ولا تالت، ولا يعني مش هتوه ان شاء الله. هنكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي. بصوا كده، احنا عملنا اول سلاسل خالص 9، بعد كده 8، في 8 تانيين 8 8، كده احنا عملنا 4 مجموعات 8. هنكمل على الاربع مجموعات دول تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8، ونحط ماركر تاني. الفيديو هتلاقوه طويل شوية، بس انا شغالة معاكم خطوة خطوة علشان ما نتوهش من بعض او اجري في حتة فتتوهوا مني. انا هكمل على الخمس مجموعات اللي احنا عملناهم دول مجموعتين كمان، خلاص، وهرجع تاني مع بعض هنعد. تعالوا نعد اللي احنا عملناه من الاول. اول مجموعة خالص عملناها 9، تمام، ملناش دعوة بالمجموعة دي. 9 دي هتبقى عبارة عن الايد بعدين، تمام، عشان تبقى الدنيا واضحة معاكي. بس هنعد 1 2 3 4 5 6 7. عملتي 7 مجموعات، كل مجموعة فيها 8 غرز سلسلة، تمام. هنا 8 وهنا 8 و8 كده، تمام. كده احنا خلصنا السلاسل اللي في النص، هي دي اللي هتبقى اللي هي الفسطونات بتاعة الشبكة. طيب هعمل الناحية دي بقية السلاسل بتاعة الايد التانية. يبقى ال9 الاولانيين دول كانوا بداية الايد الاولى، ودلوقتي انت بتعملي الايد التانية. عدد السلاسل اللي احنا هنشتغلها دلوقتي كام؟ عشان هما كتير شوية ومش عايزة اطول الفيديو عليكم اكتر من كده. هيبقوا 40 غرزة سلسلة. هنشتغل 40 غرزة سلسلة اهي. هتظبطي السلاسل بتاعتك كويس علشان تبقى مش لفة، لان هنشتغل فيها بعدين، فمحتاجين الدنيا تبقى مظبوطة معانا. اهي السلاسل تبقى كلها باصه ليا الناحيه دي، ما تبقاش ملفوفه منك. هنيجي على الغرزه اللي فيها الماركر ديت، بصوا كده، دي اهي، وهندخل فيها بغرزه منزلقه. خلاص كده عملنا الايد الاولى او الايد التانية، معلش انا اسفه، دي الايد التانية. الايد الاولى احنا بدأنا حته منها وهنكملها دلوقتي. دي ايد الرقم 2 اللي بتاعت الناحيه التانية. كل ده احنا لسه في الراوند الاولاني او السطر الاولاني. خلاص هنبدأ نشتغل دلوقتي ونعمل 1 2 3 4 5 6 7. 7 بس مش 8، تمام، لان 8 دلوقتي احنا هننزل فيها. هنيجي على الماركر دي، الغرزة اللي فيها الماركر اللي هي كانت رقم 8 تحت، وهندخل فيها ونعمل منزلقة. وتاني نكرر 1 2 3 تطلع اهي 4 5 6 7. خلاص مفيش 8 هننزل لها دلوقتي ونعملها بمنزلقة. هنيجي على الغرزة دي وهنقفل، هندخل فيها كده اللي فيها الماركر ونقفل بمنزلقة. الماركر معانا مهم يا بنات علشان ما تتوهيش في العدد. هكمل نفس الخطوات كده في كل واحدة فيها ماركر لحد لما تخلصي المجموعة كلها السبعة اللي عندك، تمام. هخلص السبعة وهاجي اكمل. طيب انا كده خلصت السبع مجموعات اللي عندي، عملت 7 غرز سلسلة وبدخل بمنزلقة، 7 سلسلة وبدخل بمنزلقة. كده بكرر نفس الطريقة في ال7 مجموعات اللي احنا عملناهم، تمام. ودي الايد التانية اللي احنا خلصناها، تمام. الايد الاولى اهي انا كنت بادئه حته منها فهنكملها دلوقتي. يبقى ال9 اللي احنا كنا عاملينهم دول كانوا يد اولى للشنطة دي، هنكمل عليهم 9 كده 10. هتكملي بقى هتعدي عدد سلاسل. احنا عايزين دلوقتي 31 سلسلة. لما تجمعي ال31 سلسلة مع ال9 الاولانيين اللي انت كنتي عاملاهم هيطلع عندك العدد 40 غرزة سلسلة. خلاص يبقى عندك 40 في اليد الاولى و40 في اليد التانية. هنظبط برضو السلاسل بتاعتنا كده علشان مش عايزين الايد تلف وتضايقنا في الشغل بعدين. وهندخل في اول غرزة موجودة عندنا ونقفل بمنزلقة. وكده انتي خلصتي وقفلتي السطر الاولاني او الراوند الاولاني. شايفين باين شكله قدامنا اهو كده. دي ايد اولى اللي فيها الابره اهي، دي الايد الاولى ودي الايد التانية، واللي في النص ده هيبقى جسم الشنطة الشبك اللي احنا عايزين نشتغلها. ودي كده السطر الاولاني. خلاص تعالوا نعمل السطر التاني. ندخل بقى دلوقتي على السطر التاني او الراوند التاني.
وهنلف الشغل بتاعنا كده زي ما بتلفي الشنط اللي احنا بنشتغلها عادي جدا عشان نبدأ السطر الجديد. عندنا دلوقتي في اول غرز احنا اشتغلناها كانوا 9 غرز، البداية دول 9 غرز. تمام، هاجي هدخل في اول غرزة وهشتغل غرزة منزلقة، التانية وهشتغل منزلقة، التالتة وهعمل منزلقة برضو، الرابعة هنعمل فيها منزلقة، والخامسة هنشتغلها منزلقة. يبقى انت عملتي في اول 5 غرز منزلقة. تمام، هنا عندك 1 2 3 و4 اللي هي في النص اللي فيها الماركر دي، لان احنا عايزين يبقوا فيه 8 غرز تحت زي ما بدأنا في البداية خالص، وكان فيه 8 غرز تحت وبنعمل 7 فوق. دلوقتي هنعمل كده 4 5 6 7 سلاسل اهمت، وهنيجي ندخل فين بقى؟ في الفستونة دي. الفستونة دي سهل قوي تعدي وتشتغل الغرز بتاعتك. الفستونة دي كانت 7 في السطر اللي فات، فهنعد دلوقتي من هنا. هبدأ من عند الماركر دي وهقول دي 1 2 3، وفي رقم 4 دي هدخل، او هتقسمي الرقم 7 دول، هتقسمي 3 شمال 3 يمين، وفي النص دي بتدخلي فيها وبتقفلي بمنزلقة طبعا. تمام، انتي هتشوفي الشغل بتاعك هيبقى مظبوط، يعني شكله هيبقى مظبوط، مش الفستونة مش جاية شمال او يمين. هنكرر تاني وهنشتغل كده 4 5 6 7 سلاسل، وهندخل تحت في الفستونات اللي احنا عملناها دي بقى، وهنعد من بعد الماركر بقى 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل وبعمل غرزة منزلقة. هنقضي حياتنا سلاسل في الشنطة دي. تمام، فحاولوا تركزوا شوية في اعداد السلاسل وانتي بتشتغلي فين. هكرر نفس الخطوة كده 7 سلاسل، وهقفل بمنزلقة في كل فستونة هتقابلنا من الفستونات دي، يعني هنا، وهشتغل في النص بمنزلقة. هعمل 7 سلسلة في النص منزلقة، 7 سلسلة منزلقة، 7 سلسلة تاني نص منزلقة، 7 سلسلة منزلقة، وهقابلكم هنا في الحتة دي لان محتاجين كده. احنا اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 مجموعات. دلوقتي انا عايزة رقم 8 كمان، يبقى احنا عايزين 8 مجموعات، لان هي هتزيد معانا مجموعة في كل ناحية. في السطر اللي فات كانوا 7 طبعا، دلوقتي هما 8 لان بتزيد معانا. ده كده السطر الاول اهو اللي انا ماسكاه، ده السطر التاني او نص السطر التاني، ولسه في الناحية دي كمان هنشتغل فيها السطر التاني، عشان تبقي عارفة بس انتي فين يعني في الشنطة دي، لان هي توها شوية. فالماركر بفضل محافظة عليها لحد لما بخلص الشنطة، علشان ابقى عارفة فين انا بديت وهنتهي فين. تمام، هنعمل 7 سلاسل برضو، وهنعد برضو من بعد الماركر لحد هنا كده 8. هنعد من بعد الماركر برضو 4، وندخل في رقم 4 دي اهي الماركر اهي. هعد 1 اهي 2 3 و4 هدخل فيها. لو هتعدي من الاول خالص هتلاقيهم 8، يبقى انت كده ماشيه تمام مظبوطه كده، دي رقم 8. خلاص، هنيجي بقى على الايد هدخل في السلسله الاولى دي على طول، وهشتغل منزلقه في كل غرزه هتقابلني. هعمل غرزه منزلقه واحده علشان ننتقل للناحيه التانية من الشنطه بتاعتنا. الايد هتبقى كلها منزلقات. خلاص كده اهي، بدخل في الغرزه، باخد الخيط وبطلع من الغرزة ومن الحلقة اللي على الإبرة كمان. تمام، هنكمل كده المنزلقة دي لحد لما توصلي قبل نهاية الناحية التانية. هقولك بكام غرزة دلوقتي عشان ما نلخبطش بعضينا. هنقف هنا، يعني انا هقف هنا وهستناكم عشان اقولكم بقد ايه. اشتغلت دلوقتي 34 غرزة منزلقة. دلوقتي هنكمل السطر التاني اللي هو الفستونات اللي في الاماكن دي، زي ما اشتغلنا الفستونات في الاماكن اللي هي الاولانيه اللي احنا عملناها في السطر او الناحيه التانية. سوري، هو السطر التاني في الناحيه الاولى خلصناها، دلوقتي الناحيه التانية هنشتغلها في السطر التاني برضو. يبقى خلاص بعد ما عملنا 34 غرزه منزلقه هنسيب اخر 3 دولت مش هشتغلهم. هشتغل بقى دلوقتي
المجموعة الاولى من ال7 سلاسل اللي احنا بنشتغلهم. هنيجي هنا على الفسطونة الاولانية دي وهعد. احنا هنا في النص يعتبر 1 2 3 وهنا رقم 4، يبقى انت بتسيبي اللي في النص دي مش بتعديها وبتبدأي تعدي من بعدها، ونقفل بمنزلقة. هنكرر تاني ونعمل 7 سلاسل عشان نعمل الفسطونة التانية. نيجي هنا ونعد. هنسيب الفسطونة دي الغرزة دي مش بنعدها، بنعد من هنا 1 2 3 4 هندخل فيها. هنكرر نفس اللي احنا كنا بنعمله من شوية. هتيجي تبص للشغل بتاعك هتلاقي الغرز بقت قصاد بعضها. انا عملت 2، هنكرر 1 2 3 4 5 و6 علشان يبقوا عندنا 8 زي ما اشتغلنا الناحية التانية. يبقى احنا دلوقتي هنشتغل 6 مع الاتنين اللي احنا عملناهم. خلصت ال8 فسطونات دول اهمت، ودي رقم 8 اللي احنا عملناها اهي، اخر فسطونة في السطر التاني ده. هنعد 1 1 2 3 4، بندخل في رقم 4 دي وبنشتغل فيها منزلقة، وبنبدأ نكمل غرز المنزلقة دي في الايد التانية لحد لما بتوصلي لبداية السطر التالت بقى. هنكمل دلوقتي كده، هنشتغل 30 غرزة منزلقة. تمام، هتعديهم معاكي دلوقتي هتلاقيهم 30 غرزة وانتي بتشتغلي كده. اشتغلنا اول سطرين، دلوقتي هنشتغل السطر التالت. انا خلصت الايد اهي بالمنزلقات اللي احنا عملناها. بقيت الايدين عندنا هي شكلها تبقى كده بالظبط، ايد شمال ايد يمين، جسم الشنطة في النص علشان هتتقفل زي الكتاب كده بالظبط. يعني ده نص الشنطة عندنا اللي قدامنا ده اللي انا حاطه صباعي عليه دوت. خلاص انا خلصت الايد التانية اهي او الاولى واتفر بقى اي ايد فيهم، المهم ان احنا المكان اللي احنا واقفين فيه ده دلوقتي الايد. تمام، خلصنا السطر التاني. هنبدأ دلوقتي السطر التالت او الراوند التالت بتاعنا بقى. عندنا 1 2 3 4 دولت انا ما اشتغلتهمش منزلقات طبعا، سايباهم علشان هنشتغل فيهم دلوقتي الفسطونات اللي احنا بنعملها اللي هي فسطونات السلاسل دي. هنبدأ نشتغل اول مجموعة معانا 7 سلسلة برضو، 2 اهي 3 4 5 6 و7، وهندخل تحت بمنزلقة. بنسيب الغرزة دي بنعد من بعدها 1 2 3 4 ندخل فيها، نعمل غرزة منزلقة ونقفل. دي كده اول مجموعة. هنعمل المجموعة التانية 3 4 5 6 7، ونيجي نقفل تحت بمنزلقة. نعد كده، بنسيب ديت ونعد من بعدها 1 2 3 4 ندخل ونقفل بمنزلقة. كده انا عملت 2 مظبوط. هنكمل على الاتنين دولت كام هنقول لكم دلوقتي اهي. وسعي الشغل كده عشان تشوفي كويس. هنكمل على الاتنين فسطونة دول، ادي 1 2. هنكمل بقى 3 و4 5 6 7 8 و9، يبقى كده زادت فسطونة كمان معانا السطر التالت. انا وقفت عند رقم 9 دي وعايزه اعملها معاكم. يبقى احنا في كل سطر بنزود فسطونة زيادة. احنا كنا بادئين ب7 في سطر رقم 1 او الراوند الاولاني، في الراوند التاني بقى كانوا 8 مجموعات، في الراوند التالت دلوقتي اهوت معانا 9 مجموعات. تمام، هنعد برضو دي كده رقم 8 رقم 4 سوري. هنعد 1 2 3 ودي رقم 4 التانية، يبقى دول 8 غرز هندخل فيها منزلقة دي اهي. معلش بتعاكسنا الابرة والخيط بيعكسونا، لا ده كتير كده. تمام، جت اهي الحمد لله. قفلنا بمنزلقة، منزلقة الشقية اللي مكانتش عايزة تتقفل دي، وهنكمل بقية الغرز اللي عندنا بمنزلقات تانية برضو. كل غرزة هتقابلنا ندخل نعمل فيها منزلقة. حاولي وانتي شغالة المنزلقات دي ما تشديش ايديكي في المنزلقة علشان ما تضيقش منك الغرزة فتعكسك في السطر اللي بعده. حاولي خلي ايديكي مرخرخة في الفسطونات دي في المنزلقات اللي احنا بنشتغلها دي. هنشتغل هنا لحد لما نوصل عند اخر 3 بنسيبهم.
اشتغلت 26 غرزة منزلقة، وطبعا كل لما بنزود السطور بتلاقي غرز المنزلقة دي بتقل عددها، لان احنا بنزود فسطونة في كل مرة. اشتغلنا الفسطونات الناحية الاولى 9، الناحية التانية لفينا ب26 منزلقة، هنلف الناحية التانية علشان نعمل 9 فسطونة زي الاولانيين دول بالظبط. تمام. اشتغلت 26 منزلقة، واخر 3 سبتهم ما اشتغلتش فيهم، علشان هي دي اللي هنعمل فيها المنزلقة الاولى دلوقتي، اللي هم دول شايفينهم. هنعد بقى 1 2 3 4 5 6 7، ونيجي تحت هنسيب الغرزة في النص دي، ونبدأ نعد من بعدها 1 2 3، ف4 دي ندخل ونعمل منزلقة. حلو. هنعد تاني 7، ونيجي في رقم 4 الناحية دي تحت هنا وندخل فيها، نعد رقم 4 اهي، ندخل ونعمل منزلقة. كده انا عملت 2 فسطونة. هتروحي تكملي بقية ال9 فسطونات اللي متبقيين عندنا بقى، ونوصل عند الايد. ادي 1 2، هنكمل عليهم 3 4 5 6 7 8 و9. خلاص كده، او تتلخبطوا. خلص الفسطونات كده، وهنيجي عند رقم 9 اهي، هنعد من تحت 1 دي هنسيبها طبعا، بنعد من بعدها، دي نص الغرزة كده يعتبر، يعني هنا من هنا لهنا دولت 4، ولو كملتي 5 6 7 8، دي رقم 8 بندخل فيها، او رقم 4، اي حاجة، المهم العدد بتاعك يبقى مظبوط. بنقفل بمنزلقة وبنكمل بقية الغرز منزلقات. طيب هنعمل دلوقتي كم منزلقة في الايد التانية دي؟ هيبقى عندنا 22 منزلقة. خلاص، هخلص لحد هنا اهو. دلوقتي هنبدأ راوند 4 بقى، او السطر الرابع. ده السطر الاولاني اللي انا بشاور عليه ده. خلاص، ده السطر الاولاني باين قصادنا اهو، فسطونات او المعينات اللي باينه قصادنا دي. ده كده السطر التاني، هتلاقي ده ومقابله ده، المعينين دول، ده السطر التاني، ودول السطر التالت. هتلاقوا المعينات قصاد بعضها، الشكل المعين يعني. يبقى كده دول 3 سطور او 3 راوندات عملناهم. طيب هنيجي على الراوند الرابع، وده اللي بقفل فيه الشنطة. الراوند الرابع ده مهم جدا يا بنات، خلي بالكم منه، علشان ده اللي هيظبط معانا شكل الشنطة. انا اشتغلت 22 غرزة منزلقة، صح كده؟ عملنا فيهم الايد الاولى دي. طيب هنزود على ال 22 غرزة منزلقة دول كمان غرز منزلقة تاني، اللي هما يبقوا 8. دي رقم 3 اهي، 4، يبقى انا بدخل لجوه او بشيل فسطونة من ال9 اللي كنت عاملاهم قبل كده. بدخل 8 غرز منزلقة اهم. مش كنا قبل كده بنسيب 3 غرز عشان نعمل فيها فسطونة زيادة؟ لا، دلوقتي انت هتخشي 8 غرز علشان هنحذف فسطونة منهم. يبقى انا كده دلوقتي مش عندي 9 فسطونات، انا عندي 8. خلاص. طيب دخلنا النص الغرزة بالظبط، او نص الفسطونة بالظبط اللي تحت دي. هنبدأ نعمل 7 سلاسل، ونيجي عند الفسطونة اللي بعدها، وهنعد 1 2 3، ندخل في رقم 4. ده كده اول فسطونة عملتها اهي. طيب هنعد تاني 1 2 3 4 5 6 و7، خلاص خلصتها. ونعد من تحت رقم 4 وندخل فيها تاني كده. هنعد 7 غرز وندخل في رقم 4 اللي تحت. يبقى انا عملت كده كام فسطونة؟ 3. بصوا كده، عملت 3 فسطونات زي ما احنا متعودين نعملهم، 1 2 3. خلاص كده. طيب علشان نقفل الشنطة على بعضهم هما الاتنين، هعمل ايه؟ هعمل دلوقتي، يرحمكم الله للي عطس ده عندنا احنا طبعا. هعمل دلوقتي 3 غرزة سلسلة. هاجي احط ال3 غرزة سلسلة دول فين؟ انا عايزة اقرب لكم خالص علشان يعني تبان معاكم. مش عارفة هي باينة كده تمام صح؟
هنعد من تحت 1 2 3 4 وندخل فيها. يبقى انت عملتي في النص هنا 3 غرزة سلسلة ودخلنا فيها في رقم 4 عادي، ودي كده تعتبر نص فسطونة. ركزوا معايا، دي نص فسطونة. تمام. هنقفل الشنطة على بعضها كده علشان نبدأ نشبك الوش مع الظهر بقى. احنا مش هنفضل سايبينها كده مفتوحة معانا كده اهوت ومش عارفين نلمها. طبعا انت لو عايزة تزودي الشنطة وتخليها كبيرة، مثلا شنطة كروس مثلا هتتلبس، هتزودي تاني عدد السطور اللي احنا عملناها او الراوندات اللي احنا عملناها دي. يعني احنا عندنا دلوقتي 4 راوندات وقفلنا، انت زودي لو انت عايزة. عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت 3 غرزة سلسلة كمان. حسيت ان الدنيا بعيدة شوية فقربت الكاميرا اكتر علشان تشوفوا معايا كويس. عملت 3 سلسلة. طيب ال3 سلسلة دول كده بقية الفسطونة اللي هي النص اللي احنا عملناها من شوية اللي احنا واقفين فيها هنا اهو. هنيجي على الناحية دي، ناحية ألف هنسميها وناحية ب اللي هي اللي تحت. هاجي على ناحية ألف عشان ما نلخبطش نفسنا، وهندخل في رقم 4 دي ونعمل منزلقة. كده انت عملتي فسطونة رابعة كاملة، خلصتيها خلاص. طيب هاجي هعمل نص فسطونة كمان اللي هي تبقى نص الفسطونة الخامسة بقى. عملت 3 سلسلة. هندخل فين دلوقتي؟ كده انا عملت، بصوا انا بقولكوا دول 3 مجموعات، يعني دي المجموعة الثالثة من القنصص اللي احنا عمالين نعمل فيهم دول. هدخل فيها في الناحية ب. يبقى انت هتشتغلي مرة ناحية ألف ومرة ناحية ب بشكل الزجزاج بالظبط. هنعد 1 باينة معانا اهي كده. هنعد بقى 1 2 3 4 برضو وندخل في رقم 4. رقم 4 اهي هندخل فيها، بس مش هندخل كده طبعا، هندخل من ظهرها ونقفل بمنزلقة. طيب ركزوا معايا، احنا كده عملنا 3 مجاميع. دي دلوقتي رقم 4. المجموعة الرابعة هنعمل فيها 3 سلسلة. نروح للناحية ألف اللي هي دي، وهنعد برضو 1 2 3 4. في الرابعة ندخل ونقفل بمنزلقة. الخيط بيبقى من ورا ماشي، ما تلخبطوش نفسكم. الخيط من ورا وبتشدوا الغرزة عادي بتاعت المنزلقة. هنعمل المجموعة الخامسة 1 2 3. نيجي على الناحية ب، الدور عليها دلوقتي، ونعد برضو 1 2. ثانية واحدة انا بجري معلش. هنقف، احنا واقفين في النص اهو. هنعد 1 2 3 وفي الرابعة بندخل ازاي؟ في ظهرها مش في وشها، علشان الغرز تبقى مظبوطة معانا شكلها حلو. ونقفل بمنزلقة. كده دي المجموعة الستة اللي احنا هنعملها دلوقتي. هنعمل 1 2 3 3 سلاسل اهم. دي كده المجموعة الستة. هنروح الناحية ألف. تمام. وهنعد 1 2 3 4. نقفل بمنزلقة. كده دي المجموعة رقم كام بقى؟ المصحصحين معانا هيقولوا 7 طبعا، اكيد مجموعة رقم 7 طبعا. هنعمل 1 2 3. ركزوا والنبي عشان الحتة دي لخبطتني كتير على ما طلعتها. انا اشتغلت يعني هما شنطتين وعليهم واحدة تالتة كانت باظت مني، فدي كانت اول واحدة طبعا، فعشان كده باكد لكم على الحتت اللي انا غلطت فيها في الاول. هنروح على الناحية ب وهنقفل بمنزلقة في غرزة رقم 4 طبعا. دلوقتي المجموعة الثامنة والاخيرة. كده احنا عملنا 8 مجموعات من ال3 سلاسل دول. يبقى ال3 سلاسل دول انا قسمتهم مجموعات علشان ما نتلخبطش. هتعدي انت عملتي كام مرة؟ 8 مجموعات ولا 7 علشان تقفلي المجموعة الشنطة صح. هنروح للناحية ألف اللي احنا شغالين فيها وقفلنا في الغرزة الرابعة بمنزلقة. هتلاقي الشنطة بتاعتك خلصت واتقفلت معاكي من الناحية الأولى. في لسه ناحية تانية مفتوحة ما اتقفلتش، هنقفلها مع بعض تاني برضو. هكمل زي ما عملت في بداية الناحية الرابعة دي او السطر الرابع. دخلنا احنا 8 غرز منزلقة. دلوقتي هنعمل 8 غرز منزلقة برضو، اللي هو مش احنا قلنا في الاول احنا حذفنا مجموعة اللي هي مش هيبقوا 9 هيبقوا 8، فاحنا دلوقتي بنحذف مجموعة كمان اهم.
نشتغل منزلقة في كل الايد اللي موجودة لحد لما نوصل للناحية التانية. وهندخل برضو ب8 منزلقة. اشتغلت هنا 8 غرز في البداية علشان حذفنا مجموعة اولى. خلاص، زي ما وريتكم من شوية ان احنا بنحذف مجموعتين علشان نوصل تاني للعدد رقم 7 في الفسطونات. واشتغلت بقية الايد منزلقة. بعد كده دخلت هنا 8 غرز برضو لحد لما وصلت النص الفسطونة دي، وحذفت مجموعة برضو من الناحية الجديدة اللي احنا هنقفلها دلوقتي مع بعض. دي الناحية التانية. خلاص، احنا قفلنا الناحية الاولى مع بعضنا، هقفل الناحية التانية معاكم برضو علشان ما بقاش سبتكم وتتلخبطوا مثلا. هنبدأ نعد 1 2 3 4 5 6 7. احنا بنعمل ال7 دول اول 3 مجاميع بس. بعد كده بنبدأ نشبك الناحية ألف بالناحية ب. حلو كده عشان تبقوا الصورة واضحة معاكم كلها. دي المجموعة التانية، بنعمل 7 وبندخل في الفسطونة رقم 4، في الغرزة سوري رقم 4 علشان نعمل فسطونة. احنا بنوصل اخر الفيديو بنهنج حلوين. هنعمل المجموعة التالتة وبندخل في الغرزة رقم 4 وبنعمل فسطونة. بصوا كده انا عملت 3 فسطونات اهم. خلاص، 3 فسطونة عاديين. هنبدأ بقى نقفل الناحية التانية معانا. هنبدأ بأول مجموعة هنعمل 3 سلسلة، 3 سلسلة بس، وهاجي هشبكها هنا في الفسطونة اللي بعدها على طول عادي، مفيهاش اي مشكلة. دي في رقم 4 بدخل وبشتغل منزلقة. وبتديني شكل المثلث كده من تحت. طيب دلوقتي انا عملت نص الفسطونة او المجموعة الاولى من الفسطونات اللي احنا بنقفل بيها بقى، اللي هي ال3 سلاسل. هنلف كده ونظبط الدنيا قصادنا كده عشان خاطر ما تبقاش في حاجة ملخبطانا. نقفل الاتنين على بعض ونظبطهم كده اهمت. دول اللي انا هشتغل فيهم دلوقتي. انت بيكون عندك 4 فسطونات في الناحية ألف و3 في الناحية ب علشان نعرف نشبك فيهم. خلاص، دلوقتي هنشتغل المجموعة التانية رقم 2 بقى. هنعمل 3 سلسلة. السلاسل ال3 دول انا قسمتهم ليكوا مجموعات، عملناهم 8 مجموعات. انا خلصت رقم 1 ودي رقم 2. رقم 2 بتشبكيها في النقطة او الناحية ألف. خلاص، بنقفلها بمنزلقة اهي. المجموعة رقم 3 دلوقتي هنعملها 1 2 3 وبنشبكها في الناحية ب. هتلاقوا ثابت، الخطوات دي ثابتة في الناحيتين معاكم. نيجي من ورا وبنقفلها. خلاص، طيب المجموعة الرابعة بنعمل 1 2 3 سلسلة وبنشبكها في الناحية ألف. خلاص، في نص الفسطونة اهي. المجموعة الخامسة بنعمل 3 سلسلة وبنشبكها في الناحية ب. من ورا كده وبتخشي فيها وتعملي منزلقة. المجموعة السادسة بنعمل 3 وبنقفلها في المجموعة ألف. حلو كده. المجموعة السابعة بقى بنعمل 3 وبنقفلها في مجموعة ب. يبقى هتلاقوا مجموعة ب دي بتاخد العدد الفردي اللي هو ده كده رقم 7 بنقفل فيها. دلوقتي المجموعة رقم 8 بنقفلها في المجموعة ألف. المجموعة ألف أخدت المجموعات الزوجية، تمام، عشان متتلخبطوش. وقسمناهم مجموعة ألف ومجموعة ب علشان بدل ما نقول وش الشنطة وظهر الشنطة وما نبقاش واخدين بالنا الوش من الظهر، فأسهل ان احنا قلنا مجموعة ألف ومجموعة ب. طيب دلوقتي عندي السلاسل دي هشتغل فيها غرز منزلقة. 8 غرز منزلقة برضو. 1 2 اهم، 3 4 5 6 كده. دي مكان ما انتي حذفتي فسطونة. 7 8 كده احنا حذفنا فسطونة خلاص. وهنكمل بقية الايد غرز منزلقة كده لحد لما توصلي عند المكان اللي احنا هنقفل عنده، اللي هو اللي احنا بدأنا عنده، اللي هو ده. خلاص،
هقفل بقيه الغرز المنزلقه اللي متبقيه عندي، وكده كده خلاص انت عملتي الناحيه اللي هناك منزلقات، مش هتعمليها تاني. خلصت كده غرز المنزلقه وقصيت الخيط او لسعته بقى، لان الخيط السلسله محتاج يتلسع. هنيجي هنا تحت غرز او في ظهر الغرز المنزلقه دي، هندخل بالابره وناخد الخيط وننضفه تحت غرز المنزلقه. طب انا كده نضفت الخيط بتاعنا خلاص ولسعته لسعه كده علشان ما يطلعش من مكانه. طبعا الكروشيه ليه وش وظهر في الشغل، فده وش الشغل وده ظهر الشغل بتاعنا. انا بحب اعدله بصراحه، يعني انت عايزه تسيبيه على الظهر براحتك، بس انا بحب اعدل الشغل بتاعي يبقى شكله مظبوط وحلو كده. والشنطه شكلها مبهدله مكان ما احنا اشتغلنا، فنحاول نحط الفسطونات فوق بعضها كده لحد لما تتظبط كويس معاكي. هنبدا من النص، ظبطنا النص الاولاني اهو. نص الشنطه هو اللي بيظبط لك الشنطه كلها، بتفضلي تظبطي كده. شايفين شكلها بانت اهيت واتظبطت. شدي الزوايا كده كويس كده، تمام، اتظبطت معانا الشنطه كويس وخدت مقاسها المظبوط بقى. هنجيب كده الكيس اللي عندنا وحتتين صغيرين كده، يعني مثلا نص متر ولا حاجه من الخيط الذهبي اللي انتي شغاله بيه او نفس اللون يعني الخيط، وندخل من الناحيه دي، ندخل في الجنبين بقى علشان نشد الخيط ونعمل السحابه اللي احنا متعودين عليها دي. طريقتها سهله خالص اهيت، انا بعملها معاكم برضو علشان لو حد مش عارف يعملها. طلعنا طرفين الخيط، نربط اول طرفين دول مع بعض. تمام كده. اعذرونا معلش اتكلمنا كتير فصوتنا تعب. شدينا كده خلاص وعملنا العقدة بتاعة الناحية الاولى او السحابة الاولى. محتاجين سحابة تانية الناحية التانية ترد عليها. هنلف الكيس بالطريقة دي كده، وهندخل من الناحية التانية ونعمل نفس الطريقة برضو، وناخد الخيط ونطلع بيه الناحية دي كده اهو. نكرر تاني الناحية التانية بنفس الطريقة كده، ونشد الخيط ونطلع كده اهو. دي اسهل طريقة ممكن تعمليها طبعا اهي. ونجيب الطرفين مع بعضهم ونربطهم مع بعض بس كده تمام، حلوة جدا. ابدأي اظبطيها وافتحي واقفلي مرتين كده هتتظبط معاكي الكيس. خلاص كده الكيس بتاعنا بقى جاهز. عايزة تسيبيها لحد كده تمام، عايزة تعملي الحتة الاضافة الصغيرة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي دي تمام. تعالوا نعمل الاضافة الصغيرة دي. هنعمل حلقة سحرية كده، هنلف الخيط على ايدينا على صباع ايدنا ونعمل الابرة كده، نعمل عليها حلقة وهمية، نعمل واحدة سلسلة ارتفاع وندخل جوه الحلقة السحرية ونعمل غرزة حشو رقم 1، رقم 2، 3، 4، نشد شوية ونقفل، نعمل 5 و6 7. وقبل ما تقفلي الدايرة بتاعتك او الحلقة السحرية اللي احنا عاملينها دي، الدايرة السحرية سوري، هندخل كده بالايه اسمه بالدبارة اللي طالعة دي، هندخل كده هندخلها في الحلقة نفسها ونشد ونقفل عليها هي. خلاص، علشان عايزين نعملها ديكور او اكسسوار كده في الدبارة اللي عندنا. لو عايزة تسيبيها كده دبارة عادية مش مشكلة، انا سايبة الخضرة وريتها لكم اول الفيديو عادي من غير ما اعمل الحركة دي، بس عملتها وعجبتني قلت ايه اوريها لكم كمان عشان نبقى قلنا كل حاجة في الفيديو. هنقص كده الخيط وبعد كده نجيب الولاعة ونلسوع اطراف الخيط ديت تمام كده. طبعا الاطراف دي هتنضفيها جوه الغرز من الظهر، يعني سهل قوي. في ظهر الغرز كده هتعرفي تعدي الابرة وتسحبي الخيوط دي كم مرة كده وخلاص. وهتتنيها كده بالطريقة دي، بقت عاملة شبه الكورة الصغيرة في الدبارة شمال ويمين. وصلنا كده لنهاية الفيديو وخلصنا الشنطة العسولة دي. انا عملت طبعا الكورة دي على الناحيتين. هنوزن دلوقتي قد ايه خدت خيط. ازيكم؟ عاملة ايه يا موكيتي؟ الحمد لله. يا رب دايما يا قلبوبي. شكرا.
هنوزن. هي خدت خيط حبة صغيرين جدا، يعني هي شنطة ما بتاخدش خيط كتير، خدت 100 جرام خيط. 100 جرام دي طبعا يعني حاجة يعني صغيرة جدا في الخيط، ومش هتاخد وقت معاكي ان شاء الله. يعني هي الشنطة ممكن تاخد معاكي كبيرها قوي ساعة، سهلة في التنفيذ يعني. هنحط الكيس بقى جوه الشنطة، ونحاول نظبط الكيس كده ونخليه شكله حلو. مش عارفة انا بصراحة ايه اللي انتوا بتعمليه ده. ميمي كانت ايه بتجود من عندها. كنت بعمل ده بس. بتشديها طلعتيها خالص كده. ماشي. هنظبط كده الكيس وقفلناه، وهنمسكها كده بالطريقه دي. هو لوك جميل جدا بصراحه، يعني شنطه موديلها تحفه، والخيط لونه تحفه بصراحه، الذهبي وكمان ده. بتشيل كتير. بالظبط. والله بتشيل كتير على قد ان هي صغير، شكلها صغير، بس انتي حطي فيها اللي انتي عايزاه. الشنطه بتاخد معاكي، بتوسع معاكي على المقاس اللي انتي عايزاه برضو. يعني حطي فيها اللي انتي عايزاه هتوسع معاكي، هتاخد وتدي معاكي بشكل ودي كده اهو. تمام. ايه رايك انت يا موك في الشنطه دي؟ حلوة قوي، انت جميله يا ميمي وكمان دايما. لونها يعني زي الفي اي بي. صح فعلا. هي اخدت المقاس بتاع الشنطه دي 17 سنتي بالعرض، و 16 سنتي طول، مش 15، 16 سنتي في الطول. ده مقاس وسط كده ما بين المقاسين اللي احنا عملناهم وريناها لكم اول الفيديو. حلوة، عجبني انا موضوع لون الفي اي بي دوت. يعني تحسي كده نفسك مختلفة وانت لابسة اللون الذهبي. صح، هي عندها حق ميمي فعلا. بس كفى قد ايه واكتر كمان لون يعني. في اي بي. يعني هي كفة الثلاث حاجات دول يا دوبك، يعني هم احنا بنحتاج الحاجات دي، بس انت لو عايزة تحطي حاجات تانية فيها هتكفي معاكي في برضه. مكان. في مكان. في مكان الاتنين رايحين الساحل. ماشي يا قلبي انتي. الشنطة دي جميلة جدا، يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون انا قدرت اوصل كل معلومة عنها في الفيديو. هستنى رأيكم وكومنتاتكم تحت في التعليقات، وهشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي باي. باي.